فالغفلة عن الله والدار الآخرة تبعد القلب عن الخير الذي هو الذكر واليقظة. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: اليقظة أول منازل العبودية، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك. فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد ذكروا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا.